حفيد فارس. مو أخوه؟ لا مو أخوه. فارس عبد الكريم ابن الثاني. صفوك. الثالث. لا عفوا، أخو فارس الثاني. أخو فارس راعي البل. نعم. مو فارس عبد الأول. الكريم أخو فارس راعي البل اللي هو بخوذة، أخو فارس راعي البل، وأولاد صفوك، وصفوك ابن فارس الأول، وفارس الأول ابن الحميدي، وفارس أخو مطلق وأخو برينيس وعم بنية. دول اللي حكينا عنهم بحلقات يعني. وش قد ما ينطيني سبحانه وتعالى من العمر والامكانيه انا اتحدث هذا يعني بالنسبه للمطلق واحده بحاجه لدراسه الدكتوراه. نعم صح. واحنا حكينا امس كنا ضيوف من عمامكم جعفر اللي التكريم، وقلنا بالنسبه لمسميات شمر بدءا من مطلق صعودا الى عجيل، كل شخص ممكن ان تخرج به رساله دكتوراه من ارقى الدراسات. يعني من نقول مرحله عجيل خلينا نكون امناء، وانا والحمد لله ما اعرف الظاهر انا محظوظ جدا يعتبروني محايد، وهذا شيء ممتاز يعني اتشرف بهذه المحايده. احنا نتونس انه عنزي يسولف الحكي متونسين اكثر عمام عنزه. هذا حظك ما عندي مجال. رجال لا مو شمر وعنزه قبل. محبه، لا محبه. هو سبحان الله عن قلبه شمر وعنزه عند شمر، يعني سبحان الله من عداء مطلق الى محبه، الى محبه مطلقه، لا اقصى اليمين لا اقصى اليسار. وهذا صار ايضا بوقت عجيب. نعم. يعني هذا المحبه صارت تعززت وتوطدت، وشلون تقول يعني كان الحجر القافل للبناء، قفل البناء وتمم البناء بوقت عجيب. حصل بادر في للامانه التاريخيه بادر في عجيل، ووجد هذا الموقف وجد له مقبوليه كبيره عند متعب، عفوا عند محروت ولد فهد بيق الهدان. والحقيقه من هذاك الوقت يعني بدأت هذه روح التآخي والألفة غير الطبيعية. وأنا درستها مع نفسي، يعني أنا صار لي أكثر من 20 سنة مع الجربة، وحتى البعض في بغداد يعني تصور الشمري أو من الجربة اللي قوت علاقتي مع الجربة. لكن بالنسبة لما قال أبو وليد، أول نزول الشمر 1112 هجري، يعني 1112 هجري، يعني بالضبط قبل 325 سنة. وهذا كان نزول ما يسمى الأسلم ومعهم الزقارير. قلت 1100 وش كثر؟ وثلاث 1112 هجري. إذا أنتم 571. اي نعم، ايش قد يصير؟ 1100 هجرية 1700 يعني على حساب 1770. ما كمل سالفته ترى. العفو. لا تكمل. يلا طال عمرك. لشمر نزولين. نعم. هذا النزول الاول كان بقيادة ابن حسان، نزول الاسلم، وكان معهم متابع نزول الحمام اللي منهم مال محمود زوبع اللي بالضريب وملحقاته، وكان كذلك نزول الزقارية. فمن نزلت شمر هذا النزول الكبير يعني ذكر المستشرق روجرز بشكل مستفيض، وهذا كان يكره شمر، لكن مع كرهه ما قدر يحقق الا مديح لها فيما بعد مضطر، يعني ما يعرف شو يقول هذه الاماديه. لكن احنا فقط ان على المستشرقين احنا نثق، انا كمؤرخ اثق بالمستشرقين لان هذا يقول ما له وما عليه، لكن حالته فقط انه هو من تصطدم هذه القبائل تحت نزعة الوازع الوطني مع إدارات الدولة عثمانية أو بريطانية أو فرنسية في سوريا، يعتبرهم هنا يخرج عن دائرة الحياد، فيعتبرهم قطاع طرق ويقول سفلة، يعني بالحرف الواحد يقول عنهم المستشرق الكلام هذا. فنزول شمر الأول قلنا 1112 هجري، يعني 1650 1148، لا يشكل يكون تلا بعد نزول فارس الثاني. نزول فارس الثاني هذا نزول دقيق جدا، يعني هذا من أدق. أنا كنت أحدث في الصفوف عنه، وحدثت بوحدة من
التلفزيون. وان هذا النزول عفوي طبعا، ونزول عفوي لفارس. فارس توجهت له ضغوطات كبيره جدا في نجد، بحيث اقرب الناس له من شمر تآمروا عليه، يعني وتآمروا على مسمى شمر اللي ما انحدر تحت طائله ما يسمى بالتجديد الديني يوم ذاك. فكانت فرق من شمر لا نريد ان نذكر مسمياتها، حتى احنا مو هدفنا فتح الجراح تفضيحها مجددا، وهدفنا ازاله اثار الجراح، لان هي مضمده ضمدها الزمن اساسا. فاضطر فارس ان ينهج الى طريق الجزيره، لكن بنفس الوقت التآمر ما كف ايديه عن فارس. هذا يجب ان نقوله، هذا اللي يجب ان نقوله. فارس تبع وتبع رجل من كبار مسميات شمر من غير البيت، يعني من غير الجرة طبعا، وكان يريد ان يفتك به يعني لانه وجد مستضعف. ولكن خرج شخص او شاب اخر، والتجغيف انا بكتب هذا الموضوع، والتجغيف تمكن من ان يقتل التمياط، والتمياط ما كان ان يقدر يقتل اي فارس لشجاعته في وقته. ولكن احنا نقول بالعاميه انه بخت الجره خلى فوز التجغيف اللي هو شاب وصغير ويافع ان يصرع هذا البطل المدجج بالحديد من اعلى الى اسفل. فنزل فارس بنزول العفوي 1802 للجزيره، افسد برنامج جدا كبير للعثمانيين، ووضعوا له دراسات وبحوث على مستوى ذاك الزمن. البحوث يعني مو بحوث تكنولوجيا وكمبيوترات مثل هسه، لكن على مستويات بحوث ذاك الزمن. استغرقهم سنين طويله على اساس انه يكون امتداد الترك في العراق باذرع كرديه، مو الكرد العراقيين حتى ما نحسب لا الاكراد تركيا، الاكراد تركيا. فهذه الاذرع كان يقيض لها ان تمتد الى اطراف تكريت، يعني تكريت داخله ضمن الخارطه الجديده، ان تكرر لصالح التتريك، تكرر اسكان مجتمعي، لكن سياسيا تحسب لصالح التتريك، حتى تصبح الموصل وتكريت وكركوك والجزيره العراقيه والسوريه لا تابعيتها مستقره تماما، غير مضطربه لصالح الاتراك. فزودوا الاكراد المليه بقوه هائله من السلاح والمؤونات والدعم والضباط الترك و حتى تمضي. ولكن في هذه الفترة الحرجة وبدء تنفيذ البرنامج أو المشروع التركي اجى نزول فارس، فأفسد هذا البرنامج إفساد كبير جدا. أفسد هذا البرنامج إفساد. على الحقيقة السفير التركي تحدث طويل العمر داس عليه يعني وقتها، ورحنا وقال أنت يعني هذه المعلومة ليش أثرتها الآن؟ قلت له هذه المعلومة هو التاريخ القبلي السياسي، وإذا أكو تاريخ مظلوم فهو التاريخ السياسي للقبيلة العربية تاريخ مظلوم. خلونا القبيلة زيد بن عمرو بن فلان بن فرتكان فقط عاملة أنسابية كلها كذا وغير صحيحة، وبعض الأخبار إنه انطاه ناجة وانطاه ناكة ومدري شنو الناجة شنو الناكة، انطاه خارجية جاء ما عنده فلوس، لا مو هالشكل. تاريخ القبلي العربي أكبر بكثير من هذه المعطيات. نعم 1512 عفوا العثمانيين أصدروا فرمان كبير جدا عمموا فيه على قياداتهم العسكرية في العراق أن يلغون أي دور للقبائل وأي مسميات للقبائل، وأن يطمسون التاريخ القبلي نهائيا في العراق. أنا هذا ما حقيقة ما وصلت أنا أتحدث لو بوقت أتحدث به إن شاء الله. فوجه مواجهة كبيرة من قبل العراقيين، اضطرت لاستبدال المسميات القبلية اللامعة ومن أصول عريقة، وجاءت بشخوص آخرين للأسف يعني غير استمدوا مسمياتهم، والآن يطلق عليهم أمراء ويطلق عليهم شيوخ مشايخ ويطلق عليهم شيوخ. هذا الحكي قبل أن تنزل شمر أفسدت كل هذه البرامج بالنزول، أفسدت جميع هذه البرامج بالنزول بعد 1802. فالسفير قال أنت ليش تثير هذه؟ قلت له تاريخ القبائل القبيلة في العراق
هو هذا التاريخ المطموس. اما التنسيب الكل يعرفه، ما يحتاج يقعد التلفزيون